السلام عليكم يا شباب، معاكم رضوى عبد القادر وهنكمل مع بعض النهارده شرح اورجانيك 1. عنوان اللكتشر بتاعتنا هي الاروماتيستي. طيب يعني ايه اروماتيك؟ قالك اروما يعني ريحه، فبتوع الاورجانيك كيمستري جمعوا كل الكومباوندز اللي ليهم روايح، سواء بقى كانت الريحه دي مقبوله او غير مقبوله، وسموهم اروماتيك كومباوندز. طيب هل الاروماتيك كومباوندز دي بناء بس على الروايح؟ قالك لا، الاروماتيك كومباوندز دي شوية كومباوندز ليهم خصائص مختلفة عن خصائص الاليفاتيك كومباوندز التانية اللي عندهم نفس الدبل بوند او نفس التريبل بوند. يعني ايه يا دكتور؟ زي ما عرفنا مع بعض في الليكتشرز اللي فاتت ان احنا عندنا الهيدروكربونز يا اما بتكون aliphatic compounds يا اما بتكون cyclic او aromatic compounds. طيب وعرفنا مع بعض برضو ان الاليفاتيك ده اللي هي الحاجات اللي بتكون خطية، المركبات الخطية، سواء بقى الكان، الكين، الكاين. والاروماتيك كومباوندز كنا واخدين منهم اشهر حاجة هو البنزين. تمام، قالك البنزين ده يعتبر من اشهر الاروماتيك كومباوندز، ولكن ليس كلهم، عشان في للاسف اعتقاد خاطئ ان البنزين ده هو المظله الكبيره يعني اللي من تحتها بتيجي الاروماتيك كومباوندز، ولكن هو العكس. الاروماتيك كومباوندز دي بتشمل كومباوندز كتيره ليها خصائص متشابهه ببعضيها، مختلفه عن الاليفاتيك هيدروكربونز اللي عندها نفس الدبل بوند. طيب زي ايه الخصائص دي؟ قالك زي ان لو انا عندي اليفاتيك هيدروكربون في دبل بوند او تريبل بوند زي الالكين والالكين اللي اخدناهم، كنا واخدين ان هما بيتفاعلوا بالاديشن رياكشن عن طريق ان احنا بنكسر الباي بوند، تمام، ونبتدي بقى ندخل الحاجه اللي عايزين ندخلها. لكن في حاله الاروماتيك كومباوندز او البنزين قالك لا، هما بيتفاعلوا بالسبستيتيوشن. طيب ايه كمان؟ قالك بيختلف مثلا في طول البوند. احنا عارفين ان الدبل بوند او الباي بوند بيكون طولها اقصر من السيجما بوند، تمام. لكن لقوا في الاروماتيك كومباوندز اللي بتحتوي برضو على دبل بوند وسيجما بوند، لقوا ان طول الدبل بوند والسيجما بوند في الاروماتيك كومباوندز الاتنين تقريبا نفس الطول، يبقى all bonds are equal in length في حالة الاروماتيك كومباوندز، وده مش موجود في الاليفاتيك. طيب ايه كمان يا دكتور؟ قالك لقوا ان الاروماتيك كومباوندز بتعمل ريزيستنس للريدكشن والاكسيديشن رياكشنز، مش بتخش في تفاعلات اكسده واختزال، بالرغم من ان الاليفاتيك هيدروكربونز التانية اللي عندها نفس الدبل بوند دي بتدخل عادي في اوكسيديشن وريدكشن رياكشنز. فعلشان كده جمعوا كل الكومباوندز اللي ليها ريحه واللي البوندز بتاعتها متساويه واللي بتدخل في سبستيتيوشن مش اديشن رغم ان عندها دبل بوند، واللي مش بتدخل في ريدكشن او اوكسيديشن رياكشن، وسموهم كلهم اروماتيك كومباوندز. تمام. طبعا من اهمهم هو البنزين. هنا بيشرح لك تاني يعني ايه اروماتيك كومباوند. قال لك البنزين هو يعتبر ممبر من الاروماتيك كومباوندز، يعتبر اشهرهم، تمام. حصل له استابيلايزيشن او استقرار عن طريق الباي الكترونز والديلوكاليزيشن، اللي من خلالها بيحصل حاجه اسمها ريزونانس انرجي، تمام. والريزونانس انرجي دي هي اللي بتديله الاستابيليتي. يعني ايه يا دكتوره الكلام ده؟ يعني ايه ديلوكاليزيشن؟ يعني ايه ريزونانس انرجي؟ ايه بقى موضوع الريزونانس ده يا دكتور؟ قالك والله احنا عندنا حلقة البنزين بنرسمها حلقة سداسية فيها 3 دبل بوند، تمام، عاملين alternation مع 3 سنجل بوند. بيقولك بقى ان هم لقوا ان ال3 دبل بوند مش مرسومين كده طول الوقت، مش محطوطين على اماكنهم كده طول الوقت. امال ايه؟ قالك هم في حالة دوران مستمر وحركة مستمرة ما بينهم وما بين بعض. يعني طول الوقت الدبل بوند اللي هنا تيجي هنا واختها تتنقل جنبها ودي تيجي مكان دي، تمام، ونلاقي ان الشكل اتحول من كده لكده، تمام. فبيلاقوا دايما ان في حالة من الحركة
hybridization تهجين، طول الوقت في حركة جوه المركب، طول الوقت الدبل بوند مش ثابتة في مكانها، وكأن الدبل بوند موجودة في 6 كربونات بتوع البنزين، مش موجودة بس على كربونتين هنا وكربونتين هنا وخلاص، لا هما موجودين تقريبا في كل حلقة البنزين. عشان كده لو ناخد بالنا اوقات كتير بنبقى راسمين حلقة البنزين بتبقى عبارة عن حلقة سداسية جواها دايرة، الدايرة دي هي اللي بتعرفني ان المركب ده عنده ريزونانس، المركب ده على طول الدبل بوند بتاعته بتتحرك مع بعضيها، تمام، وعامله لي حالة اسمها ريزونانس. الريزونانس دي بتساعدني في ايه؟ بتساعدني ان هي بتزود الاستابيليتي بتاعه الكومباوند بتاعي، وهنشوف ده دلوقتي، تمام. فهو هنا بيقولك ان انا عندي البنزين هو يعتبر السمبلست اروماتيك هيدروكربون، وكلمه ارين دي معناها اروماتيك هيدروكربون، الاي ار جايه من كلمه اروماتيك، واين جايه من وجود الدبل بوند زي ما كنا بنقول الكين، تمام. فلو قالك مثلا اروماتيك هيدروكربون او ارين، الاتنين نفس الحاجه. هنا بيشرح لك بيقولك ان الريزونانس ده عبارة عن ان في alternations ما بين ال3 دبل بوند وال3 سنجل بوند اللي في الكومباوند بتاعي، عاملين حالة من الحركة والalternations التبادل مع بعض طول الوقت. في delocalization، يعني ايه delocalization؟ يعني مفيش حد واخد مكان الدبل بوند، مش واخدة مكان محدد فيه، لا هم على طول في حركة مستمرة. بيقولك اللي رسم التو ستراكتشرز بتوع البنزين بنسميهم لويس ستراكتشر، وعلشان نبين اكتر ان في ريزونانس ممكن نعمل حلقة سداسية فيها دايرة، او نعملها عبارة عن داشد لاين جوه حلقة البنزين. دي بتبين لي ان انا هنا في حالة هايبردايزيشن، وان انا عندي المركب ده في حالة من الريزونانس والاستقرار. طيب هنا تاني بيقول نفس الكلام، ان انا عندي كل باي بوند بيكون ليها 2 الكترونز، تمام. وبما ان البنزين فيه 3 باي بوند يبقى 3 في 2 ب6 الكترونز، وساعات بنرسمه عبارة عن حلقة سداسية فيها دايرة، وده انديكيشن على ان في ريزونانس في الكومباوند بتاعي. طيب هنا بيتكلم عن اللينث بتاع البوند. زي ما قلنا في اول الليكتشر ان انا عندي المفروض في حالة الاليفاتيك بتكون الدبل بوند اللينث بتاعها اصغر من السيجما بوند، زي ما هنا اهو بيقولك في الايثين انا عندي الدبل بوند اللينث بتاعتهم ايه 1.34 انجستروم، تمام. لكن في حالة الايثان اللي هو السنجل بوند لا اكتر 1.53 انجستروم، تمام. كانوا متوقعين ان نفس زايد الفروقات دي نلاقيها برضو في الاروماتيك كومباوندز، ولكن اللي حصل كان عكس كده. لقوا في الاروماتيك كومباوند زي البنزين انه لا تقريبا اللينسز بتاعت سواء بقى كربون كربون دبل بوند او كربون كربون سنجل بوند لقوها كلها 1.39 انجسترون، يعني تقريبا كلهم نفس اللينس، تمام. ودي بتكون بس موجودة في حالة الاروماتيك كومباوند، تمام. حاجة تانية اخيرة وهي ان البنزين عبارة عن بلانر مولكيول، دي برضو تعتبر خاصية من ضمن الخصائص المميزة للاروماتيك كومباوندز، ان كل الاروماتيك كومباوندز بتكون عبارة عن بلانر مولكيول، تمام. طيب جم يقيسوا الاستابيليتي بتاعت البنزين علشان يتأكدوا ازاي او هل فعلا الاروماتيك كومباوندز دي بتكون مور ستيبل عن الكومباوندز التانية ولا لا. قالك ايه بقى، احنا عندنا اي مركب فيه دبل بوند او تريبل بوند بنبقى عايزين نوصله لحالة الاستقرار اللي هي الساتوريشن، تمام. وكنا بنعمل ساتوريشن للمركبات بتاعنا عن طريق ايه؟ برافو، عن طريق الكاتاليتيك هيدروجينيشن، عن طريق ان انا بدخل هيدروجين كتير للكومباوند بتاعي في وجود كاتاليست. كنا ساعتها قايلين الكاتاليست ده يا اما نيكل او بلاتينيوم او باليديوم او اريديوم، تمام. بدخل هيدروجين كتيره على الكومباوند بتاعي عشان اكسر الدبل بونز الموجوده واعمل لها ساتوريشن في وجود ميتال كاتاليست. فبيقول لك قاعده كده، كل ما كانت الانرجي اللي المركب استخدمها قليله في ان هو يتحول لساتوريشن كومباوند كل ما كان هو مور ستيبل. تاني،
كل ما كان الانرجي او الطاقة او الحرارة اللي المركب بتاعي استهلكها عشان يوصل لحالة complete saturation كل ما كانت قليلة كل ما كان المركب ده more stable. فجابوا سايكلوهكسين حلقة سداسية فيها دبل بوند واحدة، وجابوا حلقة سداسية فيها 2 دبل بوند، وجابوا البنزين بتاعنا اللي هو حلقة سداسية فيها 3 دبل بوند، وبدأوا يعملوا كاتاليتيك هيدروجينيشن ليهم ويبدأوا يحسبوا الهيت انرجي اللي بيستهلكوها علشان يتحولوا لساتوريتد كومباوندز. فلقوا انه في حالة السايكلوهكسين استهلك 28.6 كيلو كالوري برمول من الحرارة او من الطاقة علشان يكسر الدبل بوند اللي عنده يتحول لسايكلوهكسان اللي هو كومبليت ساتوريشن. تمام. جم بعد كده قالك ايه، بما ان دبل بوند واحدة استهلكت 28.6 عملوا بقى ايه، بدأوا يحسبوا حاجات theoretical او predicted، يتوقعوا المفروض الكومباوند اللي بعده يستهلك كام، ويبدأوا يشوفوا بقى practical او عملي بالفعل المركب استهلك كام. فلقوا انه في حالة سايكلو هيكساداين قالك ايه، انا عندي الدبل بوند الواحدة اخدت 28.6، طيب يبقى المفروض الاتنين دبل بوند ياخدوا 57.2 سواء كان المركب بتاعي اليفاتيك او سايكليك. تمام. يعني بيقولك انه لو كان المركب بتاعي عبارة عن اليفاتيك في 2 ايزوليتد دبل بوند المفروض المركب يستهلك 57.2 كيلو كالوري برمول. اللي لقوه ايه بعد ما عملوا التجربة بالفعل، لقوا ان السايكلوهكساداين اخد 55.4 كيلو كالوري برمول، يعني اقل من اللي هم توقعوه، ولكن مش اقل بفرق كبير، يعني ده فرق 3 بس. فده بيبين ان مثلا السايكلوهكساداين يعتبر مور ستيبل شوية عن حالة الكومباوندز اللي فيها ايه، اللي فيها 2 ايزوليتد دبل بوند لوحدهم في حالة الاليفاتيك. ليه؟ علشان هي الانرجي اللي هو استهلكها الى حد ما اقل شوية من الانرجي اللي احنا كنا حاسبينها ومتوقعينها. طيب نيجي على حالة البنزين. البنزين عندي 3 دبل بوند، يبقى انا المفروض 3 في 28.6 يطلع لي كام، يستهلك كام. المفروض انا بحسب حساباتي، قال لك المفروض البنزين يستهلك 85.8. لقوا ايه بقى، لقوا بعد ما عملوا التجربة البنزين ما استهلكش اكتر من 49.8 بس. الله، ده يعتبر اكتر من نص بشوية. ايه الفرق الكبير اللي حصل ده؟ ليه ما استهلكش 85.8 زي ما احنا كنا متوقعين له، زي ما اي اليفاتيك كومباوند عنده 3 ايزوليتد دبل بوند زيه المفروض هيستهلكوا 85؟ ليه بقى هو استهلك 49 بس؟ قالك ده بسبب الريزونانس اللي موجودة في حالة البنزين، حالة الالترنيشن بتاعت الدبل بوند مع بعضها، هو ده اللي بيخلي المركب بتاعي much more stable عن اي مركب تاني في نفس ال3 ايزوليتد دبل بوند بس ما عندوش ريزونانس. تمام. فقال لك ان الريزونانس هي دي السبب اللي بتخلي البنزين بتاعي ستيبل، بيحصل له كاتاليتيك هيدروجينيشن بطاقه اقل. تمام. وده مخلي عنده استابيليتي عاليه. وبالمناسبة ده برضو نفس السبب اللي مخلي البنزين او الاروماتيك كومباوندز بيتم التفاعل فيها عن طريق السبستيتيوشن مش الاديشن، لان هي اوريدي ستيبل. السبستيتيوشن رياكشن دي بتكون بتحصل لو انا بجبر الكومباوند بتاعي انه يدخل تفاعل. ليه؟ لان هو اصلا ستيبل فهو مش عايز يخش تفاعل، فانا بجبره بحالة السبستيتيوشن رياكشن انه يخش التفاعل. لكن مثلا في حالة الاديشن رياكشن لا، هو اساسا عايز يكسر الدبل بوند، حاسس بحالة من عدم الاستقرار، عايز يدخل في اي تفاعل، فعشان كده بيخش اديشن رياكشن. اديشن رياكشن دي بتكون تفاعلات سهل ان احنا نكسر الدبل بوند وندخل الحاجة اللي احنا عايزينها، مش محتاجين كونديشنز كتيرة ولا حاجة، عكس في حالة السبستيتيوشن. اهو ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه. انا عندي في حالة البنزين هو اصلا في حالة استقرار، تمام، وبالتالي هو مش عايز يخش تفاعل، فانا بدخله تفاعل في سبستيتيوشن رياكشن علشان انا بجبره ان هو يتفاعل. فمش بكسر الحاجات اللي فيه، مش بكسره جامد، لا، انا بس بعمل استبدال، بشيل اتوم واحط بدلها اتوم.
تمام. ده كأني بتحايل على المركب ان هو يخش معايا في تفاعل. لكن في حالة الاديشن رياكشن انا بكسر الدبل بوند خالص، بكسر الكومباوند خالص، وابتدي اعمل اضافة للحاجة اللي انا عايزة اضيفها. فبما ان الكومباوند بتاعي ستيبل اصلا فمش هيدخل معايا في اديشن رياكشن.